بعد سقوط نظام الأسد، انفتحت أبواب سوريا أمام المستثمرين، مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على سوق العقارات. تزامن هذا الانفتاح مع ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، مما يجعل المواطن السوري يتساءل إن كانت تلك الزيادات طبيعية أم جنونية. بعد 14 عاما من الصبر والمقاومة، يبدو أن حلم امتلاك منزل بات بعيد المنال للبعض. هناك حاجة ماسة إلى حلول فعالة لضبط الأسعار والتجارة الفوضوية. يتساءل الكثيرون عن الدور المنتظر من الحكومة في هذه المرحلة. يجب على الحكومة التحرك بسرعة لتوفير بيئة استثمارية مستدامة، مع التركيز على حماية المواطن من استغلال التجار وضعف الرقابة. وفي النهاية، يجب أن نبحث عن توازن بين جذب الاستثمارات الجديدة وتحقيق الاستقرار للمواطنين، حتى لا يظل حلم شراء منزل في سوريا حلما بعيد المنال. كل هذا سنتعرف عليه اليوم في هذه الحلقة مع علي، فتابعونا. سوريا تدفع حق بيت وبتعيش فيه على أمل أنه يصير لك بالمستقبل. لك سعر متر الأرض صار أغلى من سعر متر على القمر الصناعي، وفي ناس في أوروبا تشتري جزر والمواطن السوري عم يحلم يشتري بيت. البيت صار بسوريا مثل الذهب، مزور وماله للبيع. شفت شقة مكتوب عليها للبيع بس ما لها مكسية، يعني بتشتريها وبتكسيها وممكن تصير لك بالمستقبل. الشقة فيها كهرباء بس مرة بالشهر، والمي حسب المزاج. قبل ما ندخل بتفاصيل الحلقة، بنتمنى منكم لايك وشير وسبسكرايب، ويلا على التفاصيل. أكثر سؤال بيخاف منه الشاب السوري لما بده يتجوز: عندك بيت؟ زمان كان العريس بيجيب ذهب، هلا بيقولوا إذا عندك بيت خلص هذا هو العريس. مكتب العقارات بيقول لك إنه البيت فيه إطلالة على الشمس، بس للأسف ما فيه شبابيك. يعني إذا حلمك تشتري بيت بسوريا لا تيأس، الحياة حلم. كمان الحياة بسوريا صارت صعبة كتير. يعني هداك اليوم شفت بيت للبيع، بيت عتيق 80 متر بدون فرش، طابق رابع بس بدون كهرباء، ومفتاح الحمام ما بيسكر، بس السعر بين 1.5 مليار. بألمانيا مثلا تشتري بيت مع حديقة وفيه كلب وجار وجه صبوح بيقول لك جوتن موغن، وكل هالشي ب 200 ل 300 ألف يورو بالكتير. بسوريا بنفس المبلغ تشتري حيط من بيت، وكمان ما بيطلع لك شيء إلا إذا عندك واسطة. عن جد شيء غريب قصة هالبيوت بسوريا. بيت ممكن يكون على العظم، يعني كيف على العظم، ماله مكسي، بده دهان، بده شمنته، بده كتير شغلات أو عملات، وبالأخير بيطلع السعر فيه 300 أو 400 ألف دولار. غريب. ما في رقابة على الأسواق، ما في رقابة على العقارات. كل تاجر أو كل صاحب بيت أو كل مكتب عقاري بيقول سعر البيت على هوا يلي بده. طب شو سبب ارتفاع العقارات بسوريا حاليا بهذا الوقت؟ أظن بعد ما سقط النظام وبلشت العالم ترجع، أدى هذا الشيء لارتفاع الإيجارات وتلقائيا ارتفاع سعر مبيع المنازل. لأنه ليش؟ العالم أغلبها كانت مغتربة، وفكروا هالعالم جوا البلد يلي هن تجار انه العالم كلها معهم مصاري. والسبب الرئيسي انه العالم يلي كانت برات الاغتراب او بالمخيمات، كل هالعالم هي اجت بدها بيوت، وهذا الشيء يلي ادى لارتفاع سعر العقارات. انا بنصح كل انسان ناوي يشتري بيت بسوريا ينتظر. انا بنصح كل انسان بده يدخل على سوريا ويشتري بيت او عقار ينتظر بهي الفتره. ليش؟ لانه بالمستقبل رح تدخل شركات استثماريه كثير كبيره، ان كانت خليجي او اوروبي او من اي بلد ثاني، وهذا الشيء رح يخلق منافسه بالسوق، والمنافسه بتؤدي لكسر الاسعار. ممكن انت تلاقي لك بيت كثير مرتب وحلو بمنطقه حلوه وبسعر مخفض عن يلي طالبينه هلا. كان بده يستاجر او اذا بده يشتري، هو الشراء مستحيل طبعا بهذا الوقت. ليش؟ لانه الشعب ما عنده قدره ماليه انه يقدر يشتري بهذا الوقت. هذاك النهار شفت بيت معروض للبيع بمنطقه ما بمدينه ما، والسعر كان 280 ألف دولار. خير، شوفي 280 ألف دولار ليش؟ بواشنطن، شيكاغو، وين؟ الأسعار كتير مبالغ فيها، والإنسان يلي عم يفكر يرجع يستقر ببلده أكيد أجل هالفكرة لبعد 10 سنين. لأنه مو طبيعي، شيء مو طبيعي. أسعار البيوت بسوريا وبكل المدن شيء ما له طبيعي. بيت ما بيسوى 5 أو 6 آلاف دولار كان أيام النظام الساقط، هلأ صار ب60 و70 ألف دولار. الله يكتب الخير لهالبلد ولأهل هالبلد، بس الأسعار كتير جنونية ومو معقولة والعقل ما بيستوعبها. سعر البيت بسوريا اليوم أغلى من الأمل، وأصعب من السفر، وأندر من الغاز.
بس متفائلين لأنه السوري دوما بيلاقي طريقة يسكن فيها، حتى لو كانت على السطح أو تحت الدرج أو شي مكان بيلاقي عن طريق خريطة جوجل. إذا بتعرف حدا عم يدور على بيت بسوريا وبده يشتريه، منشله تحت لنضحك سوا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أتمنى منكم بنهاية الحلقة لايك وشير، وإذا كنت لأول مرة عم تشوفني سبسكرايب. نشوفكم بحلقات تانية. سلام.